فالذي يصور هذه المقاطع سواء برضا من الشخص أو بدون رضاه فإنه يفسد أعراض المسلمين وينشر الفحش بينهم، فهذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. منين نبدا الهضره راهم تلفولي الاقوال، مادام الاعلام بالفاحشه في بلادي راه نورمال، مادام مجتمعنا مراهق في تفكيره، مادام الصحافه عندنا مستواها والله زيرو، تقارير تعيب في قادة للعائلات يحضروا فيها على مجموعة من الطالبات، شعبنا راه يعمم مع كامل بنات الدزاير كشغل ما كانش على بالو، والعبها راه حاير مثلي كاميرا ميكرو نخرج لك يا ولا عجب ندير لك تقريري يعيف ولا واحد اخر يعجب، نبين لك باللي الشعب كامل ما يسوى والو، ولا نبين لك ان المسجد كل يوم هو. اسمع معايا حلو ذنيك برك انايا فهمك، اذا كنت انتيا جاهل انا اللي خرجك من جهلك، ادخل للجامعة كاملة فاكولتي انستيتوت تلقى المتفوقة فيهم ساكنة في اللاسيتي، روح شوف في المستشفى وزيد في المحكمة تلقى باللي ادارتها معظمها من اقامة، مادام البنات هذو رحت وشقيت عليهم دور الكاميرا شوية شوف البنات اللي خاطيهم، تدمير المجتمع هذا هو الهدف تاعكم، يجي نهاركم ربي رايح يفضح لكم عاركم، اذا كنتوا رجال احكوا اصحاب الابتزاز دير روبورتاج اصحاب سلطات العزاز، اهدرنا كنت راجل عكلب دي فاولات فلان، معنا بالي الخوف قاتلك من هذا السفلان، معنا بالي الخوف قاتلك من هذا السفلان، معنا بالي الخوف قاتلك من هذا السفلان. انا اللي حرق لي قلبي مشي تقرير القناة، على بالي من هذاك العام باللي تعديقات على جالهم راح مستقبل تاع بزاف طالبات، على جالهم من الاهالي ولا بدون ثقة في البنات، انا اللي حرق لي قلبي مشي فعال الصحفيين، على بالي على جال دور على مبادئهم متخليين، انا اللي حرق لي قلبي شبابنا اللي حسبته واعي بان لي في هذه القضية عنده تخلم تعراعي، نقول لك واحد الحاجة ماشي باش نوسوسك، اذا راك متأكد من التصرفات تاع اختك ما هي شي بالإقامة من ممكن تعايلها اخطر باش تستر اختك، لازم على البنات تتستر، هنايا حبس كلامي ما على باليش اذا يفيدك واذا ما زالك تحكي نقول لك ربي وكيلك ربي وكيلك ربي وكيلك. اللي قلبي ماشي تقرير القناة، على بالي من هذاك العام باللي تعديقات على جالهم المستقبل تاع بزاف طالبات، على جالهم الاهالي ولا بدون ثقة، انا اللي حرق لي قلبي ماشي فعال الصحفيين، على بالي على جال دور على مبادئهم متخليين، فالذي يصور هذه المقاطع سواء برضا من الشخص أو بدون رضاه فإنه يفسد أعراض المسلمين وينشر الفحش بينهم.